السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات العيد. الوصفة تاع اليوم راح تكون هاد القلوب حلوة جافة بالجلجلان وحلوة الترك. حلوة راح تكون معسلة، تصلح القهوة حليب كيما تصلح اللاتاي، بنينة بزاف تدوب في الفم. ما نطولش عليكم، تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. مقادير الوصفة ما فيهاش حاجة كبيرة. راح نسحقوا 125 غرام تاع زبدة ولا مارغرين، نص كاس تاع السكر كلاص، حبة بيض، ربع كاس تاع الزيت، نص كاس تاع جلجلان محمص ومرحي، لازم يكون مرحي رطب، مغرفة كبيرة تاع حلوى الترك، ونضم العجين تاعي بالفرينة. هذه هي واش كاين كامل في المقادير. راح نحتاجو في الاخير عسل لنعسلو به الحلوى تاعنا. في البول تاعي راح نضرب مليح جوست بلا سباتول الزبده مع سكر كلاص. الزبده تاعنا لازم تكون طريه بدرجه حراره المطبخ هكذا باش تسهل علينا الخدمه. ونحاول كيفاش ندخل هذيك الزبده في السكر كلاص، هذا ضروري جدا، لازم السكر كلاص كامل يروح. من بعد راح نضيف عليها الحبه تاع البيض كيف كيف بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش بارده، وندخلها في الخليط الاول بهذه الطريقه. هنا ما نحبسش كامل حتى وين نشوف هذاك البيض ما يبانش. من بعد راح نضيف عليها الكميه تاع الزيت. الزيت كي نزيدو هنايا راح يولي الخليط تاعنا كريمي، دونك لازم حتى يولي كريمي باش نزيد عليه المكونات اللي قعدو. بعد ما ولا الخليط تاعنا كريمي راح نضيف عليه حلوى الترك مغرفة كبيرة، راح تعطي بنة هايلة في الكاطو تاعنا. ونزيد عليه تاني رشة تاع الملح، ما نساوش رشة تاع الملح راح تنقص علينا الحلاوة في الكاطو تاعنا. ونزيد عليها كما قلنا جلجلان محمص ومرحي. الكاطو تاعنا الذوق تاعو راح يكون اباز تاع جلجلان، دونك لازم نحمصوه باش نخرجوا كامل النكهه تاعو. ونخلط هاد المكونات مع بعض. من بعد راح نبقى نضيف في الفرينه تدريجيا حتى وين تنضم معايا لاباط. راح نحتاجو لاباط تاعنا تكون طريه، ما تكونش شاده روحها بزاف. دوك تشوفوا معايا القوام كيفاش راح يكون. هذا هو القوام تاع العجين تاعنا. راح نتحصلوا على عجينه بزاف شابه، صدقوني من اروع ما يكون، جربوها واكيد راح تعجبكم. باش نخدم خدمه نقيه وتكون الحبه قد بعضها راح نستعمل مول وراح نستعمل الميزان. الوزن تاع الحبه راح نديرو 30 غرام. نوزنهم كامل، نشكلهم كرات، من بعد نروح نفاصونيهم بالمول اللي راح نوريه لكم. هنا بعد ما وزنت لاباط تاعي هكذا نشكل كرة ونجوزها على الجلجلان. هنا سوا ديرو جلجلان محمص ولا ماشي محمص، كيف كيف راح يتحمص في الفرن. وندخلها في هذا المول تاع المعمول. دوك نوريكم الشكل تاعو كيفاش يكون من الداخل، يخرج شكل بزاف شباب. اذا كان عندكم هذا اللهم بارك، اذا ما كانش عندكم تقدروا تستعملوا اي مول يكون عندكم، حتى هذاك تاع مقروط الكوشه راح يصلح فيه ويعطينا نتيجه مليحه. ندير لاباط تاعي لداخل، نضغط مليح. المول كنت درت له شويه فرينه من التحت من الداخل باش ما يلصقش، هكذا نابوي بيان باش نتحصل على الشكل تاع المول. من بعد نضرب ضربه ويخرجوا الحبات تاوعي، وهذا هو الشكل اللي نتحصل عليه. انا راني مشعل الفرن ديجا من قبل على 180 درجه باش غير نكمل نفاصوني كامل الحبات تاعي ندخلهم يطيبوا. هنا حبيت نوري لكم حبه بلا جلجلان باش تشوفوا كاين ناس يحبوا يديروها هكذا باش يبان تاني الشكل تاع المول تاني هكذا راح تكون شابه. انا راح نديرهم كامل بالجلجلان. من بعد راح ندخلهم للفرن 180 درجه، راح تاخذ لنا حتى 20 دقيقه حتى يتحمر مليح باش نحيهم من الفرن. هذه هي لاكولور اللي تحصلنا عليها. وهي سخونه كيما راهي نروحوا نعسلوها. نرفد الحبات التوعي، هذا هو الشكل كما قلنا، وهذا هو اللون اللي لازم تحصلوا عليه. نحطهم في العسل بارد، العسل تاعي بدون اي اضافات، ما نزيد له والو كيما راهو. نديرو السخانه تاع الحلوى تاعي هي اللي راح تجريه، دونك هو راهو ثقيل، السخانه تاع الحلوى هي اللي راح تجريه. نخليهم يتعسلوا لمده 5 دقائق هكذاك حتى ل10 دقائق ويكونوا واجدين. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا، راح تديروا بها حاله في العيد. جربوا الوصفه هذه ان شاء الله تعجبكم، ونتلاقاو غدوه ان شاء الله مع وصفه سهله سريعه في دقائق. تبقى على خير.